الظهور ديال مؤثري التيك توك على المواقع والواقع ان شاء الله. اذا كما كيقولوا الاخوان نقص الموسيقى، احنا حبسنا كاع الموسيقى ولكن على اساس اننا بلاتي نشوفوا هذه منين كتقلب من هنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه للاخوان جميعا، تحيه لكل مطقطق وكل مطقطقه، تحياتي المغاربه الاحرار، تحياتي اللي يعني شادين خط ديال تا مغربيت، ولا عزاء لكل حاقد ولكل كذاب أجير. أنا تنقولها لكل كذاب أجير، كل من أراد أن يلتوي وأن يغير جلده وأن يجعل المغاربة يعني محورا له. لا عزاء لمن الآن سيصبح يصول ويجول ليجمع عليه ثلة من المغضوب عليهم من طرف المغاربة. إذا تحياتي للإخوان جميعا، تحياتي إلى كل من غادي يشرفنا اليوم في أول من يلتحق بنا هو على ما أظن أنا خصني نبدل هذه. أول من يلتحق بنا كان هو السي بونمر، أنا طلعته عاود هبط، نتمنى يعاود يلتحق بنا السي بونمر. نتمناو غير البارطاج الإخوان، جزاكم الله بخير. اللي غادي يدير البارطاج بغينا تكون يعني حلقة يعني فريدة من نوعها إن شاء الله، تجمع المغاربة وتعزل المرتزقة. يعني ما كرهناش، تجمع المغاربة ويبانوا كل شيء المغاربة اليوم اللي هما في هذا المجال التيك توكي، وتكون منها رسالة إن شاء الله على أن المغاربة دائما واحد، ولن يفرقهم أي أحد ولن يلعب عليهم أي واحد. حتى واحد ما يقدر يلعب علينا، حتى واحد ما غادي يقدر يجي يورينا كيفاش نمارسوا التمغربيت ديالنا، ويورينا كيفاش هذا تيعاير هذا او هذا تيسب هذا او هذا. حنا ناكلوا بعضياتنا وما نضغوش بعضياتنا. هذه اللي بعض المرتزقه او بعض من ضاعت بهم السبل لا يعرفونها. اذا فينا هو معنا شيخ المطقطقين، التحق بنا شيخ المطقطقين، كذلك المحارب وصاحب اللسان الحاد الذي لا يشق له غبار، السي بونمر. نتمناو دقيقة واحدة، أنا كنظن القضية كدور واش الكونيكسيون من عندهم ولا من عند ما فهمتش. إذا كيلتحق بنا السي أبرنوس، كيلتحق بنا الدكتور بونمر، كذلك كتلتحق بنا مؤدبة التبونيين بحركة جميلة، وجعلت تلك الحركة تناقش في منابر عديدة ليعلمون ما سر تلك الحركة، هل هي حركة طبيعية أم فيها سر من أسرار المرأة المغربية. بطبيعة الحال هو سر من أسرار المرأة المغربية. نشوفوا عاوتاني شكون اللي غادي يكون معنا من نعم، معنا من كاد أن يصيب شخصا بسكتة قلبية بمجرد كلمات بسيطة وبمجرد حقائق تصول وتجول بيننا، فهو صاحب الجراد
تحياتي لصاحب الجراد. كذلك معنا من حشر بعض الأصدقاء في الزاوية، تحياتي لبيدرو. بيدرو من الإخوان ومن جنود المغاربة، يشتغل دائما في صمت، منصة جميلة جدا. تحياتي لبيدرو. الإخوان إلا ما طلعت شي واحد عندكم تقلقوا علينا، الله يرضي عليكم والله يرحم لكم الوالدين. أن يعني تقبلوا منا هذه الحلقة هذه البسيطة جدا، واللي كنتمناو أن غادي تكون فيها رسالة من الرسائل الجميلة. كذلك معنا سلاح لا يشق له غبار، معنا الأستاذ العظيم والكبير شكري، منصة فصاحة لغة عربية وطنية. تحياتي لأخي شكري، جزاك الله بخير. تحياتي للإخوان اللي لبوا لنا النداء. كذلك معنا صوت جميل جدا، لغة عربية فصيحة، قصائد يعني لا يغمض لها جفن في مكان ما. معنا ابتسام. تحياتي للإخوان. وانا درت لايف اللي فكرت أن يكون العنوان ديالو كلنا مغاربة. ماشي حنا المغاربة اللي عمروا بنا الشوارج، وماشي حنا المغاربة اللي دائما نكونوا جالسين ونتلقى الأوامر. ماشي حنا المغاربة اللي لوقيتا اللي نقولوا لا يقولوا لنا اللواء، حنا كنلويو قبل ما نتلواو. والمغاربة إلا سكتوا والمغاربة إلا كانوا من المنصتين فذلك لا يدل على غباء ولا يدل على جبن، إنما يدل على حكمة ورجاحة في العقل. إذا ننتظروا حتى الرأي المغربي، إلى التحق بنا الرأي المغربي حتى هو راحنا كنتسناوه إن شاء الله. كذلك نتسناو الفتى السوسي، له قاع وباع في المنصات. فدكتور بونمر مرحبا، الله يبارك فيك خويا ياسر، وتحياتي في هذه العراضه هذه وقبل علينا. مرحبا. الله مرحبا، الله ودي جمعتينا مع هاد الوجوه الطيبه، واخا تلاقاو معاهم كاع فين ما تلاقيتي غير واحد القضيه الجماعه اللي جمعتي راه غيجينا شي صاروخ من عند شنقريحه، راك جمعتيهم غا هما تقلب عليها حتى انت راه عزلتيهم. ان شاء الله رسائل. إذا الليلة مذبح سميتها مذبحة القلعة اللي دار محمد علي، جمعتينا نمشيو تيريو فينا خويا بشي صاروخ يتهناو منا. لا أولا مرحبا شوف مرحبا السي بك بولمر، وسيدي. الصاروخ إذا ما عندوش منصة ما عمرو يطلع. المهم شكرا بعد على الدعوة، وأنت تعرف أنني أحبك وأحترمك، وأنت هذه المسألة راك عارفها. وأنا سعيد للتواجد مع هذه الوجوه الطيبة. السي سعيد هو أيضا يعرف المحبة التي أكنها له. اختي نرجس هذيك اختي الصغيره لا نقاش، وصاحب الجرس السي احمد هذاك تا هو وضع خاص. سي بيدرو شكري ايضا اخونا، ابتسام الشاعره ديالنا. مرحبا بنا عندك، ونتمنى اننا ان نفي بالغرض وان نصل الى ما تريد ان نصل اليه من خلال هذا اللايف. ونتمنى اننا نمشيو بهذا العنوان او هذا الشعار كلنا مغاربه، لان هذا هو الاصل، هو الاساس، هو المبتدا، هو الخبر، وكلنا مغاربه. ونتمنى، لان انا كنت دائما كنادي بهذا الكلام ديال اننا نحافظوا على راس مالنا. راس مالنا هو اننا مغاربه، هو راس مال غالي بزاف. المهم انا درت هذه المقدمه. اذا كاين شي سؤال، كاين شي انا موجود. مرحبا. السؤال غادي يكون في اطار الحومه. انا بغيت ندير واحد اللايف وكاننا في الحومه، كاننا في شي سيكتور. انا بغيت نعتمد واحد الاسلوب، حنا في شي سيكتور، حنا ولاد الدرب. شكون اللي عنده السي ابرنوس؟
نعم نعم. انا كنجمع شويه ديال المعطيات باش نلقى ما نقول. انا راه بان لي واحد اللايف يناقش فيه اخان، واحد شي ناس يلا عرفوا اخان يناقشون اخان. حنا مو بينا واه والله الا جوستومون وش واه. فرغينا. انت شوف السي لا ما رانيش برنوس. في اللايف، راني في اليوتيوب، كنتفرج له داكشي اللي قالوا في اليوتيوب، اوه، فهمت. انا اهديكم عرفتوها شنو هي؟ عرفتي هذه يا نرجس شنو هي ولا لا؟ صرغينا الحمد لله، هذه صرغينا هذه. كنخدموا بها في داكشي ديال البرانا، ديال طرد آه. الطاقات السلبيه وداكشي. وهذا حيت شفت شي وحدين بغاو زعما يقولوا لنا وهذا. داك الجراد واقيلا، داك الجراد ديك مال الجراد. لا لا، هذا عود القمر يا الشريف، هذا العود نعماس. يا سلام عليك. هذا العود لا كاين هنايا واحد 6 المليون ولا 7 المليون مغربي يا الشريف، شتيها؟ وبخرنا اخويا بخرنا. هذاك الشيء اللي غنديروا ان شاء الله. نتمناو ان الحلقه تكون في واحد الاطار ديال اننا جالسين كما قلنا في واحد السيكتور وفي واحد الحومه، وفي هذا السيكتور وفي هذه الحومه دايز عندنا واحد اللي ما كنعرفوه، ما عندنا حتى علاقه به، وغادي نشوفوا مع هذا السيد يشرح لنا كيفاش نطيبوا الحريره الحامضه، كيفاش نذبحوا الحولي ديالنا، كيفاش نختنوا ولادنا، كيفاش نديروا السبوع، كيفاش نديروا الجلسه المغربيه، كيفاش نتحاوروا مع بعضياتنا، كيفاش نحلوا خويا ياسر، المشاكل ديالنا. سمحتي لي يا ياسر واحد الطلب الله يرحم الوالدين، ممكن نخرج من هذا الكونت، وندخل بكونت اخر، لان هذا مهدد في اي لحظه يتفرشخ. ندخل بواحد الكونت مرحبا. اخر راه فيه غير تصويرتيني، انا كنخلي تصويرتي، انا غنهبط ونجيب الكونت الاخر لان هذا محال نكمل معاك به. الدكتور بن مرشد يسطح فيك وباغي يرى في السياسه. واقفين في لا الدرب لا، يسطح فيك وباغي يراك. هذا عليه التبليغات بزاف، ما غنكملش معاك اللايف، غيطير هذا، غنبدلو ونجيو ندخل بواحد اخر، راه فيه تصويرتيني منك باقي تقرا في ابتدائي. سير السي بونمر، سير احنا كنتسناوك. سير السي بونمر. ملي نجيو نشوفوا هذا الشخص هذا اللي غادي يورينا التقاليد ديالنا ويورينا العادات ديالنا ويورينا تا مغربيت ديالنا، تلقاو شخص خاوي الوفاض مسكين، كاين والو. لا المجتمع مكعور، العلاقة بالوطن ما كايناش، العلاقة بالدين لم تفهم إلى يومنا هذا، الانتماء لمن غير معروف، الهوية غير معروفة. إذا حنا في هذا السيكتور هذا كيفاش غنتعاملوا مع هذا السيد هذا؟ أنا غادي نشوف شكري هو الأول اللي نعطيه كلمة الافتتاح إن شاء الله. تفضل أستاذ شكري. نعم، السلام عليكم اخي ياسر، تحياتي ليك، تحياتي لسي سعيد، لالا نرجس، اخي صاحب الجراد بيدرو راه كاين لاله سميره وداك السيد الاخر يلاه راه هي معاه على تواصل حاليا باش يلتحق حتى هو. المهم خبر في راسك. أوكي شكرا. نعم اخي ياسر، يعني اذا كان ممكن ما نكونش انا البادئ الكلمه، ريتما نفهم الموضوع، ريتما نفهم مزيان، وبعد ذلك نعطي نعطي الشرف الموضوع. أنك تأخذ بادئ الكلمة. والله لا اتقدم قدام السي سعيد ابرنوس وقدام لالا نرجس والاخوان صراحه. مرحبا، ماشي مشكل، الله ناخذ يكبر بك. هذا نرجس. انا ابرنوس حيت عارفه عنده يعني دابا راه ما بغيتش نخليه في انا نسخنوا الطرح من دابا، حنا مالنا. وقلت انا راك في الانصات الى ما هو مليح شغل. لا بويناس تاردس السيكتور نيرو ديالك سعيد، السي بويناس ابرنوس. تاردس. المهم انا في السيكتور ديالي، السيكتور ديالك السي ابرنوس، وشي واحد جا غادي يوريك كيفاش تتعامل مع وليداتك وكيفاش تربي وليداتك، كيفاش تختن وليداتك، كيفاش تصايب
مثلا داك الفطور المغربي كيفاش تحطو، سمعتيني، وديك القصريه تبارك الله ديال الكسكسو كيفاش غتقادها وتصايبها، كيفاش نتوما عندكم كيفاش كديروا الحصاد مثلا في منطقه الريف، كيفاش كديروا الدراس، كيفاش عندكم العادات، كيفاش عندكم التقاليد. واحد خينا غادي يطيح مثلا من منطقه يعني تقدر تكون مثلا في المشرق العربي، وغادي يجي باش يقريك انت كيفاش تكون مغربي. هو شوف اخي ياسير، انا احسدك على واغبطك، باش ما نقولش احسدك، اغبطك على يعني تمكنك من وضع تنصات بين الثقافه الشعبيه نتاعنا، بين التقاليد نتاعنا كمغاربه، الموروث الشفهي المغربي، وكدير له داك التنص وكدير له اسقاطات على هذا الامر. انا هذا امر لا اتقنه كثيرا، لذلك غندخل صباط وغندخل ديريكت في الموضوع حسب ما كنت موجد وانا في اللايف نتاعي اللي غنبارطاجيه معك دابا في اللايف نتاعك اخويا ياسير. هو القضيه ديال الاسعد الشرعي بشكل مباشر خرج لنا اليوم مفتخرا متباهيا بمظاهره كبيره جدا، مظاهره حاشده في الرباط. فتخيل معي أن أصلعا يتباهى بشعر الآخرين. إذن سأقول أن أسعد القرعي، وهنا لا أسبه بقدر ما أصف حالته القرعاء الصلعاء، الذي يتباهى بما قمنا به نحن ليضربنا نحن، يعني يضرب المغاربة بأمر قاموا به أفضل من باقي المسلمين جميعا حسب اعترافه هو. أنا سمعته الآن في الفيديو في اللايف نتاعو في اليوتيوب يقول بأن الشعب المغربي هو أكبر شعب مسلم تضامن مع فلسطين. أولا نحن لا نحتاج إلى شهادته، ولكن دائما في سياق وضع المتضادات مع الكلام نتاعو. إذا كنت يا أسعد الشرعي قد اكتشفت اليوم بأن المغرب هو أكبر الشعوب المسلمة المتضامنة مع فلسطين، فإن هاد المغاربة اكتشفوا أنك أجبن شخص عرفته البشرية. الشماتة ديال البشرية كاملة هو أنت. علاش؟ لأنه يفترض أنك تكون خرجتي في بريطانيا وخرجتي في الإنجليز وخرجتي في الساحات ولو واحدا متوحدا لتكون على قد لسانك على قد فعلك. إذن ها هما المغاربة أرجل منك يا أسعد الشرعي، وأشجع منك، وأكثر ناس عارفين المسافة اللي كتربطهم مع هاد فلسطين. كنتكلم عن المسافة الروحية والمسافة الذهنية. هاد الارتباط اللي كاين ديال المغاربة مع القضية الفلسطينية لم تكن يوما محط شك، أنت تحاول تشكك فيها بطريقتك الغبية العبيطة، ولكن ها هم المغاربة عطوك الدرس، ومازال غيعطيك سعيد برنوس الدرس، ومازال غيعطيك وحدين اخرين الدرس، وانا لست الا واحدا من هاد 40 مليون مغربي. اذا انا كنستعجب كيفاش ان هاد اسعد القرعي الاقرع، يعني كنقصد به القرع، كيفاش كتباهى انت بالشعر ديال عباد الله. الشعر نتاعنا حنا اللي خصنا نفوحوا به، حنا اللي نقولوا المغاربه ديالنا رجال، المغاربه ديالنا شجعان واعرين، خرجوا ضامنوا. انت علاش غتفتخر بشي حاجه اللي ما قدرتيش ديرها انت في شخصك، ما درتيهاش؟ انت ما خرجتيش. وفي الانجليز الناس خرجوا في الانجليز، وكذبتي على راسك وبينتي بانك اكبر كذاب انجبته البشريه حين اجبت على السؤال نتاعنا في ذاك اللايف ديال ذاك النهار. قلتي بان انجلترا مانعين، ما مانعينش. الناس خرجوا في انجلترا وخرجوا بالرايات نتاع فلسطين. وفي فرنسا خرجوا المغاربه في فرنسا وخرجوا بالرايات ديال فلسطين وخلصوا فيها غرامه، خلصوا ذعيره، لان كاين واحد شي زمر كيطبق عليهم اللي خرج بالرايات فلسطين، اعتقد خرج المظاهره كيخلص، وخلصوها الرجال. وهذوك راه مغاربه وجزائريين وتوانسه وباقي الجاليات المسلمه في فرنسا، وعلى راسهم المغاربه والجزائريين. باش نوصفوا الامور في علاش في فرنسا؟ لان ما فيهاش القمع بحال الجزائر. وانت السي اسعد الشرعي كتقول تمنيت لو كنت في المغرب. علاش ما تقدرش تخرج في الانجليز؟ تجي للمغاربه عاد غير يردوك الراجل. ها
ايوا اعترف صاحبي، يقول انا جبان ولن استرجل الا الى جانب المغاربه في الرباط، ولن احس برجولتي الا مع المغاربه. قولها صاحبي، مالك جبان. وهذا الشيء اللي غنفهموه حنا. انا غادي نفهم بان اسعد الشرعي شخص جبان خواف رعديد، ولا يمكن ان يحس برجولته الا مع المغاربه اللي كيخرجوا يتضامنوا ويحتجوا في دوله ذات علاقات مع الدوله المحتج عليها اللي هي اسرائيل، ولم يمنعهم احد ولم يعتقلهم احد، بل وكانت الدوله في شخص المؤسسات الامنيه تنظم بشكل حضاري هذه التظاهره وهذه المظاهره هذه. اذا يجب ان تخجل اسعد الشرعي، تحشم على روحك وعلى ذاك الوجه اللي ما عندكش. تحاول ان تتشجع على المغاربه وهم اشجع منك ملايين المرات، والدليل انك كنت كتمنى تجي تشجع معهم وتترجل معهم هنا في المغرب. اذا مرحبا بك اسعد الشرعي، مرحبا بك عند المغاربه يعلموك الرجله، مرحبا بك عند المغاربه يحميوك، لانك خواف ما تقدرش مع هذوك الناس اللي عندك فيها بطاقه المواطنه. انت بريطاني ولا تمارس حقوق المواطنه البريطانيه هناك. لماذا؟ لانك خواف وجبان ورعديد، حتى لا اقول امرا اخر. واذا كان الخواف يحاضر في الشجاعه فهذه هي تسمى تخير الزمن، كنقولوا لها في الريف، وتسمى التخيط متوخر يتمح منه، تسمى صافي يوم القيامه تقاربض، يوم القيامه قربت اخي 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 ياسر. ملي يكون الجبان الرعديد يحاضر في الشجاعه والرجوله فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا الاخوان انا التمس منكم المداخلات نتاعكم تمشي في هذا الريتم، لان فعلا دابا خصنا نمشيو في هذا الريتم هذا. نعم، لاسباب اعرفها ويعرفها ياسر ويعرفها اغلب الاخوان اللي راهم معنا، وعارفين بانه في هذا الوقت هذه راه عندنا واحد الرهان خصنا نربحوه. اذا اعطي لي العصير وتحياتي. اذا انا اهديك واحد المثل مغربي كما قلت ياسر كيمشي وانا احب ان اخذ من قاع الخابيه. السي برنوس قال لك الرجله عندها ميزان ومعدن، الراجل مع الوقت يبان. الرجله عندها ميزان ومعدن، الراجل مع الوقت يبان. اذا كل معدن مع الوقت يظهر، لان الذهب مع الوقت تيبقى ذهب، والحديد مع الوقت تيتصدى. اذا هنا ترجع لعند السي شكري الا كان موجود باش يعطينا التدخل ديالو. راه كنظن السي ابرنوس وضع القطار على السكه. تفضل السي شكري. نعم، شكرا لك أخي العزيز ياسير، ومرة أخرى سي سعيد أبرنوس. صراحة أول شيء اللي خصو يعرفوا الجميع أنني من المغاربة ومع المغاربة حتى الموت. خويا شكري، واحد الدقيقه اذا سمحتي اعتذر. المهم الدكتور حسابه موقف عنده اسبوع ياسر، ما يقدرش يكون. الرأي هو مع الاسف ما يقدرش يكون. لاله سميره راه قالت لك طالبه قست دابا، دونك هذا اللي كاين. اوكي. نعم، قلت أنني من المغاربة ومع خوتي المغاربة حتى الموت، وأنا مع أخي المغربي ظالما أو مظلوما. هذه خصها تكون يعني معروفة. فقط اللي بغيت نتكلم عليه وهو الأسلوب ديال أسعد الشرعي، وليس شخص أسعد الشرعي. أنا كأحترمه كإنسان، كأحترمه كأخ يمني، كأخ مسلم، كإنسان، لكن أسلوبه هو يعني اللي ما كنتفقش معه فيه. فأنا اللي كنشوف أن الأخ أسعد الشرعي هو يريد أن يكون مغربيا ولا يتفق مع المغاربة، ويريد أن يكون يمنيا ولا يتفق مع اليمنيين، ويريد أن يكون بريطانيا ولا يتفق مع البريطانيين، ويريد أن يكون تركيا ولا يتفق مع الأتراك. أنا الأخ أسعد الشرعي يعني صراحة كيبان لي أنه تائه، وهذا هو اللي جعل المنصة ديالو اليوم أنه تناقص شخصه أكثر مما تناقش المواضيع اللي كيطرح، لأن حتى المواضيع اللي ولا كيطرح صراحة ما بقاتش عندها احترافية، ما بقاش عندها واحد الحيادية،
واحد الموضوعية، وبالتالي فهو تحول إلى شخص يهاجم المغاربة، مع العلم أنه كيقول أنه كيحب المغرب وكيحب المغرب ويتمنى أن يكون مغربيا. اللي كيحب المغرب وكيحب المغاربة واللي كيبغي يكون مغربي خصو يأكدها بالفعل وليس فقط بالأقوال. ثم ما يمكنش الأخ أسعد الشرعي، وأنا كنقولها بكل احترام طبيعة الحال، وأنا لا أسبه أبدا ولن أسبه أبدا، وكيبقى أخ يمني مسلم أخونا له منا كل الاحترام والتقدير، ولكن ما يمكنلكش أنك تتعامل مع مغاربة بهذا الأسلوب. المغربي ماشي هو البريطاني، ماشي هو التركي، ماشي هو أي شخص من أي جنسية أخرى عرفتيه في هذا العالم. المغربي عنده معايير معينة، عنده أساليب، عنده شخصية، وعنده قوة شخصية، وعنده تاريخ، وعنده أمجاد، وعنده هوية، وعنده الكثير من الأمور اللي كتميزه على الباقي. احنا ما كنتميزوش كإنسان، كلنا سواسية، والفرق التقوى، ولكن الهوية ديالنا كتميزنا، الثقافة ديالنا كتميزنا، الذكاء ديالنا كيتميزنا، الكثير ديال الأمور اللي هي كنمتازوا بها الحمد لله، ويجب أن نفخر بالنعم التي أنعم بها الله علينا. لذلك فالأخ أسعد الشرعي أنه طاح في واحد الخطأ، وربما طاح في واحد الفخ، أنه اختار هذا الطريق ديال أنه يهاجم المغاربة. وهنا غادي نقول الأخ أسعد الشرعي أنك هنا ارتكبتي الخطأ الفادح والخطأ الكبير، لأنك دخلتي راسك في واحد المعمعة بهذا التعبير المغربي اللي صعيب أنك تخرج راسك منها وانت منتصر، لأن أنت كتعرف المغاربة كيف هم، طبيعة الحال بلد الخير، بلد الكرم، بلد التعايش، بلد التسامح، بلد يعني الحمد لله يعني كل الصفات الحميدة والأخلاق الحميدة يعني اجتمعت فينا الحمد لله. ولكن في نفس الوقت راه إذا أسأت لنا فاعلم أنك يعني هنا ما غاديش نقولها بواحد الأسلوب قاسي، ولكن اعلم أنك يعني احنا كنقولوا في المغاربة بالمغربية حفرتي قبرك بيدك. نعم هكذا. فلذلك أنا كنطلب من الأخ أسعد أنه يراجع نفسه، وأنه يتحدث بواحد الطريقة التي تليق بالمغاربة، ويتعامل مع المغاربة كمغاربة، وأنه ما يحاولش يداكى علينا أو أنه يتفوق علينا أو أنه ينتصر علينا. يعني أنت وليتي الآن عندك صراع، عندك واحد التحدي، من سينتصر على الآخر، من الأقوى، من الأذكى، من كذا من كذا. فأنا كنتمنى من الأخ أسعد الشرعي أنه يخلي ديك المنصة كما كانت، وتكون حيادية وتكون موضوعية بدون الدخول في المواجهة مع المغاربة. وأنت أخطأت يا أسعد الشرعي، أخطأت أكثر من مرة. ولما يعني لما قال باللي أن غادي نربي المغاربة وما إلى ذلك، فهذا خطأ فادح، واخطات يعني في تعبير في طريق في كلام اخر عبرتي به. ولذلك فاحسن حاجه انا كنصح بها الاخ اسعد الشرعي انه يعتذر وينهي هذا المشكل بصفه نهائيه ويبدا صفحه جديده. يعني غادي نوقف عند هذا الحد اخي ياسر، وانا غادي نكمل في مداخله ثانيه ان شاء الله. نعم شكرا اخي شكري. والمهم اللي خصنا نهضروا فيه ونركزوا عليه من منظوري الخاص هو التركيز على من التجأ إليهم أسعد الشرعي والوجوه الجديدة التي التجأ إليها أسعد الشرعي. ولا تنقول بأن أسعد الشرعي لما قال الولاء إلى ملك البلاد وأنا أحب ملك البلاد وأعتذر على كل ما قلت في ملك البلاد، هذا ما يقول بعظمة لسانه. والبارح نرى أنه جاب اللي ياكل الشوك بفمه، هو جاب اللي ياكل الشوك بفمه، هو مابقاش بغى ياكل الشوك، لأن عندما كان يسب ملك بلدنا كانت أشواكا عليه، ولكن ملي اعتذر ما قدرش باقي يستمر لأنه غيبان غدار.
غيبان بانه غدر واحد العهد وغدر واحد الولاء وغدر واحد الكلمه خرجت من فمه. فكان الضيف هو من انجس ما خلق في شمال افريقيا. اذن هنا الوجوه الجديده التي التحق اليها اسعد الشرعي من هي؟ وجوه تقول عاش الملك وتضرب في الوحدة الترابية وتضرب في المغاربة وتضرب في الأسرة الملكية وتضرب في المرأة المغربية. وخير دليل على ذلك اللي تأكدت أنا تلك المسرحية التي حيكت بينهم والآن ظهرت للعيان. إذا نأخذ الأستاذة نرجس في إطار الوجوه الجديدة وأسعد الشرعي. انا باقي ما تكلمتش. خليو السي عبد الكريم بونمر قبل منا. تفضل السي عبد الكريم، مرحبا. كيتقلق هاي كيكعى. لا غير واحد الاخوان. الاخوان ما تبخلوش علينا بالبارطاج، الله يرحم الوالدين، وبالتكبيس الشعار كلنا مغاربه. كنتمنى كل تيك توكر مغربي ان يكون معنا في هذه الحلقه ان شاء الله. تفضل السي بونمر. انا كنبغي نخرج بوجهي بس حيت حنا ما كنخرجوا بوجهنا، باش انا ماشي من داك النوع اللي كيقلد تحت الجلابه. حنا كنخرجوا ديريكت بوجهنا لان ما عندنا ما نخبيو. غير واحد المساله الاخوان، ربما انا غنختلف معكم كثيرا فيما تقولون، لان هو الخطا ديالكم، خطا ديال سواء هادو اللي كينتقدوا السعد الشرعي وهادوك اللي كيكتبوا كلنا اسعد الشرعي كلنا جوهره. بجوج كيخطئوا. علاش؟ لان حتى واحد ما تعامل مع الاشخاص بمنطق البراغماتيه. المنطق البراغماتي هو منطق المصلحه. انا طلعت 2 مرات 3 المرات عند اسعد الشرعي، قلت كلمات وجمل ومفاهيم انا اؤمن بها، لاني بلغت واحد الرساله وانتهى الامر. الاشكال عند المغاربه، وهذا هو الديفو ديالنا، هو اننا عاطفيين اكثر من اللازم. ملي كنتكفحوا مره، وهذا هو اللي كيجيب لنا في الاخر، كيجيب لنا الكافيه كلمه. حنا عاطفيين اكثر من اللازم. اسعد الشرعي او غيره انا اتعامل معاه كمنصه، تعامل معاه كمنصه، كقادوس جعبه شرجم كطل منه. علاش دخلتوا الامور؟ انا ملي كيجي واحد يكتب لي كلنا جوهره ولا كلنا اسعد الشرعي كنحتقرك، انا احتقرك، لانك تبخس نفسك وتبخس دوله وتبخس شعب وتبخس تاريخ حينما تجعل نفسك ودي على راسك. ما تقولش كلنا. انا ما تحسبليش معك. انا نقول كلنا محمد السادس، كلنا الوطن، كلنا عمر هلال، كلنا وليد الركراكي، كلنا سفيان المرابط. اي هذه مقبوله، هذه انا نمشي معك فيها. ولكن باش تقول لي كلنا، كانت كتبان لي بانك ضعيف الشخصيه وبهزوز كما قال الحسن الثاني، ضعيف الشخصيه. حنا ما عمرنا كنا كلنا شي واحد، حنا كلنا مغاربه. ولكن باش تحط راسك في موضع ادنى من شخص كاين ما كان، يكون يمني يكون جزائري، يكون كتقل من قيمتك كمغربي. العالم هو اللي يقول كلنا مغاربه، العالم هو اللي يقول كلنا احنا المغاربه. ما تحطش راسك في واحد المرتبه اقل منك كمغربي. انا كنلقى شي واحد كاتب لي كلنا الشرعي، وحشومه صح، حشومه تحط راسك انت كلنا، يعني 40 مليون مغربي تحطهم ولا يكونوا كاع 10 المغاربه في واحد الموقف ديال الضعف. حنا ماشي ضعاف، وحنا بشعورنا ما محتاجين خيوط. الله يرحم الوالدين. هذا الشخص او اي شخص التعامل معه كان يجب ان يكون تعاملا براغماتيا. يعني انت منصه حطيتي نفسك واحد الموضوع اللي هو النقاش ديال الصراع المغربي الجزائري، مرحبا دخلتي لهذا الموضوع. حنا كندافعوا على نفسنا وكاين اخرين يدافعوا على نفسهم. اذا انت غنعتبرك بحال الجزيره، بحال فرونس 24. ما ندخلش العاطفه. المساله ديال الاخوان اللي تيقول لك الاخرين الاخرين تيقول لك لا غدار وجا لعندنا وكل اشهد غدار. واش هو نسيبك ولد خالتك راجل بنت عمتك؟ هاد الكلمه ديال الغدار كتقال على واحد الشخص اللي هو قريب ليك، تربطك به علاقه، اما علاقه تجاره او علاقه قرابه، وخرج منه واحد التصرف الذي اعتبرته غدر. كيفاش غدار؟
عطيتيه بنتك، عطيتيه اختك، جيتي ضيفتيه كلا وشرب الله يعاونو. راه 12 مليون ضيف كتدخل المغرب في العام، 12 مليون سائح كتدخل المغرب في العام، كلهم غداره كيدخلوا وياكلوا ويشربوا ونتهلاو فيهم، وكنديهم كاين اللي كيديهم حتى لديورهم، وبلا تيقول لي الله يعاونك الله يعاونك اوغوفوار مشى بحالو. اذا غنتعاملوا بهذا المنطق ديال العاطفه والحنان ولا الغدار، ما كاينش غدار. السيد كيخدم على مصلحته، هو داير قناه او داير لايف او داير اي حاجه. انا ما عرفتش شنو الغرض ديالو. يقدر يكون عنده حتى غرض، داير غير داك سميتو عنده هوايه، عنده نفرضوا حتى الهوايه راه عنده هوايه انه يفتح لايف والناس تناقش القضيه المغربيه والقضيه الجزائريه ونتناقشوا. اذا علاش كتدخلوا نفسكم في هذا الموضوع ديال غدار؟ ماشي غدار. سي عبد الكريم، سي عبد الكريم، الموقع خلينا نشوفوا اش كيقول عبد الكريم في الوجوه الجديده، الوجوه الجديده اللي اليوم. اسمعني سي عبد الكريم، عطيني واحد دقيقه. هذه الوجوه الجديده اليوم اللي هي مع اسعد الشرعي، لتنعت المغاربه بالاخانيون. هاد المغاربه ملي هاد اسعد اعطات ريحته قالوا له اخان بهذا المفهوم. الان هاد الوجوه الجديده تريد ان تنعت المغاربه بالاخانيون. اذا هادو اش يكونوا؟ هادو مغاربه ولا اش يكونوا؟ حيت غالبا ما كيتهموني كيقولوا لي تسقط المغربيه على الناس، تسقط الوطنيه على الناس. اذا هذا يمني يقدر ينعت باي نعت بغى ينعت. داك الهمز واللمز يدل على التربيه ديالو، يدل على المرجعيه ديالو، يدل على الثقافه ديالو. وانا لحد الان كنقولها ليه: انت في صراع حتى تلصق بنا كنيه كما درتي للتبونيين. باقا ما نجحتش ليك لحد الان وما غتنجحش ليك. دابا هاد الكنيه هادي اصبح ياخذها المغاربه، واللي عطاهم تزكيه اليوم وقال بواحد الطريقه يعني جد هزيله تثير الضحك في منصه ديال اليوتيوب، القروش اللي هي وجوه جديده وستمثل المغاربه في شخص عبد الله القرش. انا كنهضر بالاسامي. اذا هاد مثلا هاد المغاربه هادو وما محلهم من الاعراب. دابا حنا راه ما عندناش مشكله مع الشرعي. الشرعي كيبقى شرعي، غيجلس تما والله ما تحرك ليه من بلاصتو. انا ما عنديش مشكل. وانا اليوم كنقولوها حنا المغاربه ند للند. حنا ماشي المغاربه اللي نبقاو غير جالسين مربعين يدينا وتسمى اجي واجهوني كما قال السي ابرنوس. اجي انت واجهني الا بغيتي تواجهني. انا المغربي، انا ابن المملكه المغربيه المستقره وليس فيها نزاع. إن تكلمت عن الأعراق، نحن مغاربة بمختلف أعراقنا توحدنا على الله الوطن الملك. أنت في بلد تقتتل فيه الشمال مع الجنوب. إن تكلمت عن الدين، نحن على مذهب الإمام مالك. وإن تكلمت عن كلنا إسرائيل وقلت بعظمة لسانك فيما يخص كلنا إسرائيل أن شر الشيعة أكثر من شر اليهود. هذه كيقولها هو بعظمة لسانه. هنا السي بونمر أنا أستحضر ما قال لي أبي الله يولي برحمة الله. كان ذاك الحرب ديال حسن نصر الله، فمشينا كاملين في ذاك الاتجاه. فأتذكره قال لي إن سيوف الشيعة أشد على رقاب أهل السنة من اليهود والنصارى. هكا بقات مرسخة في عقلي. أنا نعودها: إن سيوف الشيعة أشد على رقاب أهل السنة من اليهود والنصارى. إذا تكلمت على بلد هذا الرجل هذا، تقريبا الشيعة أكثر من السنة. إذا إن قال الزبالة لواحد قال كلنا إسرائيل فبلده كله زبالة، فهو ينعت البلد ديالو بالزباله. اذا هو جاء من بلد الزباله. اذا واش ما كيبانش لك السي بونمر ان الزباله تلاقات مع الزباله وستصبح عندنا منصه اسمها منصه المزباله؟ خويا ياسر، ربما انا راه على موقعي المهم قطعتني ماشي مشكل، حيت انا كنت غادي في واحد الاتجاه، هو اننا راه في كلتا الحالتين السياسي، في كلتا الحالتين انتم تصنعون ابطال من ورق. راه هذا السجال انا قبلها مني هذا السجال مع القوم هو اللي كيصنع منهم ابطال، هو اللي كيخليهم. لان راه الانسان ملي كتدخل معاه في سجال ونقاش
كتصنع منه بطل، هو نكره لا يعرفه احد. انت كتشتغل عندك منصه، انت والاخ سعيد ولا الاخت نرجس، عندك واحد الاتجاه كتجه فيه. واش ما كتلاحظش بان راه كيتم تغيير اتجاه ديال النقاش نحو اشخاص تافهين لا يعرفهم احد؟ دابا انت السياسيين سميتهم او لم تسميهم فانت تصنع لهم حضور، هم ما كانوش موجودين. انا تنقول الاخوان هذو اللي كيناقشوك مثلا تيقول لك اسيدي كنتو كطلعوا عند اسعد الشرعي. يا اخوان يا اشقائي انت تاع المغاربه، اما النكرات راه الناس اللي كانت كتطلع عند اسعد الشرعي راه كتطلع باش تدوي على واحد المساله سميتها القضيه الوطنيه، راه باش يخرج على السطر راه ما غيبقاوش معاه. انا ونكون انا معاك في واحد المساله كتكلم، انا جوج مرات تطلب مني انني الفرونس 24 ورفضت لسبب بسيط، هو انهم مرا كيديروا الخارطه ديال المغرب مقطوعه من النص. رفضت انني نطلع فرونس 24 على ود ديك الخريطه اللي ناقصه، ورفضت الطلب. لهذا الاخوان هذوك الناس اللي كانوا كيطلعوا راه ماشي انا الا ممكن نجاوبك الدكتور بونمر على هذه القضيه هذه، لانني انا الكلام يوجه الي، ولكن انا باش غادي نجاوب. انا صبرت على السب، صبرت على الشتم، وصبرت على المضايقه. اسمع لي يا ياسر، اسمح لي. كيفاش تدخل ضعيف؟ شنو بغيتي نبدا نتسب ولا نتعاير ولا واش انا خدام عند باباك؟ لا تا ياسر الله يرحم بك، لا خليني نتكلم، لا خليني نتكلم الله يرحم بك. راه ما خدامش عند باك انايا، ما كتخلصنيش الساعه. انا عيط عليا هذا الرجل جيت باش نتناقش انا وياه. دكتور نتناقش بما اوتيت من العلم. انا ما خدامش عند باك، انا ماشي باويه فرق ولا كتعاير. انا ما كنتعايرش، انا اكاديمي كنناقش بالعلم وبالفكر. انا الا ما عندك شغل بغيتي تتفرج في المعيور سير قلب شي جارتك تعايري معاها. انا ما جيتش باش نتعاير، انا ما جيتش باش نتناقش ونتساب. انا كبر منك وكبر من جدك. انا جيت عند هذا الراجل احتراما ليه باش نقول رايي. انا ماشي غنم، انا اكاديمي من حقي ان اوجه النقاش. انا اوتيت من العلم الحمد لله، اذا استطعت ان اوجه النقاش ساوجهه نحو اتجاه. انا ما نرضاش على واحد نكره ما عنده يمكن الاولاد ما والدهمش ومدابز مع مرتو غنعطيه واحد مدابز مع مرتو. خليني ياسر، انا مزوق ماشي واحد مدابز مع مرتو وجاي يدير فاتح لايف على ياسين كيعاير صلي على النبي وصلي وصلي على النبي. كور الله واش كتسمعوني يا اخوان؟ السلام عليكم. بعدا كتسمعوني؟ الله يرحم الوالدين. انا طلبني هذا السيد واستدعاني، انا جيت عنده ولبيت الدعوه باش نقول رايي. الا انت يا موالفه السبان والمعيور قلبي مع متسابي. انا ما يمكنش نهضر واحد النكره لا يعرفه احد فاتح لايف على ود ياسير ونعطيه انا وقت عنده مشاكل عاطفيه مدابز مع المراه جاريه عليه المراه يجي يشفر عليا انا مخي. سي عبد الكريم السلام عليكم. السوق ديالي استاذ بلا دكتور الله يديك. نمشيو شويه بعيده السي عبد الكريم بلا تا السي هرباز. انا غادي ندوز عندك وشكرا. لا بغيت غير واحد الكلمه ياسير. السلام عليكم. نعم تفضل. السي عبد الكريم انا كنعرفو كاين فاهم يقول لك ما تخليش الناس يجروك، يقول لك ما تخليش الناس يجروك شي بلاصه، هو مشى دغيا تجر ورد البال معنا. حيد التعاليق لي موديراتور، شكون اللي حيد التعاليق؟ لا رجعوا التعاليق نشوفوا الناس كتقول. لا الاخوان، شوف الاخوان الله يرحم الوالدين، الموديراتور ما ديروا والو، ما تحيدوا تعاليق، ما ديروا بلوك، ما ديروا ميوت. اليوم خلينا مفتوحه عن مصراعيها، لان ما كاين غير المنسود هنايا، ما كاين حتى شي واحد ساهل عندي في هذه المنصه هذه. الاخت سميره بونوار راه كنحاول نطلعك وما كتطلعيش اختي. حاولي يا اما تخرجي من التيك توك وتعاودي تدخلي، الله يرضي عليك. راه بغيت نقولها قبيله. سي بونمر خليني غير غنختم. لا ما بغيتكش تختم، انا بغيت نتفاعل معاك، غير خليك. انا سي بونمر عزيز وغالي، نتمنى ما يستفزك حتى واحد، الله يرضي عليك، خصوصا مع الشعار ديال هذه الحلقه ديال كلنا مغاربه. انت فوق راسي من الفوق السي بونمر، لان كتخرجها من قلبك. لا خويا ياسر، لا ياسر انا مزوق. خليني انا نجاوب السي بونمر باش تعطيني. لا خلينا غنكملوا غنسكت انا غنتصنت. شوف الله يرحم الوالدين، انت انا احترمك انت والاخ سعيد الاخت نرجس وخلاص سي نبيل او اخا خويا الصغير، ولكن احترمه لان انا ارى فيكم جبهه مفتوحه للدفاع عن البلاد. ما يجيش واحد القرد
ويوجهك في اتجاه ديال انك يدوز بك براد الا كنت معمر براد وحاط قريشلات تفرج في فيلم هندي، تفرج فيا انايا. حنا نناقش، نحن نحمل هم وطن اكبر من الجميع، اكبر منا كنا. انا ما نبغيش ياسر بهذيك الصوره، وتنقول لك انا احترمك وميران كنتفق، انا احترمك واحترم اسلوبك. قال السي سعيد احترم اسلوبك وطريقتك في انك توصل مجموعه من الرسائل، لا انت ولا الاخت نرجس ولا حتى السي احمد، بواحد الطريقه يعني كتوصل للمواطن المغربي بشكل سلس. اذا انت دير واحد المشروع ناجح فكريا وثقافيا وحضاريا، ما يجيش واحد بوعو عنده مشاكل عاطفيه، عنده مرض نفسي باغي يحضر المدابزه يخرج لها في الشارع. حنا جينا نتناقشوا في البلاد، كلنا مغاربه، كلنا مغاربه كلمه كبيره بزاف، كعني واحد المشروع حضاري بغينا نساهموا فيه بهاد التليفونات اللي كنخدموهم في تيك توك، باش يجي واحد يوجهني باش لا شوف انا نعاير واحد الشخص وتسكريني داك الشيء وتمشي دير بيا اللايف. لا ما نطيحش لك، انا ما جيناش نتعايروا اون جينيرال. حنا ماشي هنا باش نتعايروا باش نتسابوا. انا غير كلمه اللي دازت زوينه وبغيت يعني نركز عليها، ديال كنتي كتجلس معاه ناقش معايا النتيجه. انا بغيت اللي ناقش معايا النتيجه. كنتي كتجلس معاه، كنتي كتحاوروا، ومثلا انت اللي زكيتي ليه ديك المنصه، او انت اللي كنتي كتدافع عليه، او انت اللي كنتي كدير وكنتي كدير. اليوم انت تعبر عن راي اخر. نعم، حتى انا اختاريت الوقت المناسب واختاريت السبب المناسب لاعبر عن تمغربيتي الراسخه. اليوم السي بونمر لقينا صوتنا كاين مع صوت انسان ليبي انطلاقا من ديك المنصه. اليوم وصلنا لصوت تونسي انطلاقا من ديك المنصه، ووصلنا لصوت موريتاني انطلاقا من ديك المنصه. واليوم صاحب ديك المنصه لما انقلب، الحمد لله الصوت الليبي لم ينقلب، والصوت الموريتاني لم ينقلب، والصوت التونسي لم ينقلب. اذا انا خرجت قوي من تلك المنصه، ولم اكن في تلك المنصه وكانني زواق يزوقوا بي المنظر، لا. انا ما دخلتش لديك المنصه لان واحد الانسان عجبته، لا، دخلت لديك المنصه عن جداره واستحقاق، والصوت ديالي جلبت به اصوات اخرين. واليوم رايت ان مثلا البوم الليبي يعطي درس لمن يتلوى، يعطي درس لمن يغير جلده. كذلك الصوت التونسي كيعطي درس الى الحربائيين وكيعطي درس الى التعابين. اذا انا المهمه ديالي في ديك المنصه كانت محبوكه جدا، ولم اخرج خاويه الوفاض. اليوم شكون اللي خرج خاوي الوفاض؟ هو اللي ولات المنصه ديالو يقول ان هذا الانسان يلبي الدعوه ويجلس لثلاثه واربعه خمسه سوايع في منصه غير منصته. اذا الديك المذبوح يبحث عن اصوات جديده في منصات ديالاش، منصات كلها تنعته باخان، يريد ان ويبدلها لنا الاخانيون. من الذي سانده؟ الوجوه الجديده. من هي الوجوه الجديده السي بونمر؟ الوجوه الجديده هو من باع ذمته وباع وطنه وباع اهله، ومشوا دابا في اسبانيا. هذا هو الوجه الجديد. الوجه الجديد هو الذي لم يتقزز من ان يعني يسيء الى شخصيه من يعتبره هو شخصيه وطنيه، مثلا الزفزافي يعتبرونه شخصيه وطنيه، فجاءوا بشريط مقزز في منصته ليعلنوه للعالم وللجميع، فما كان الا ان تقزز منهم الجميع. اذا كيدهم في نحرهم اليوم. اذا الفرق بين تعطيني الكلمه الله يرحم بها الوالدين. اسمح لي اخي صاحب الجراد خير ما تجيني الكلمه يجي واحد يقول اعطيني الكلمه قبل منها، وهذه الحقره هذه الحقره. نرجس هي الاولى. صافي وهذا واحد عبد الكريم خلينا يهدر، دوزنا الخوت قبل. صافي نرجس، لا 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 نرجس هي رقم واحد. صافي دينا سالينا. إذا نتمنوا نرجس تاخذ الكلمه، وفي اطار الوجوه الجديده
عندي ما يفيد. والشخصيه الجديده. انا كنت كنتمنى انه واخا يكون انسان ضدي او عدوي او انقلب او شيء من هذا القبيل، ولكن تبقى الشخصيه راسخه لا تتغير ولا تتزحزح. تفضلي الاخت نرجس. السلام عليكم جميعا، الخوت اللي في الكاست كاملين والناس اللي في التعاليق والمكبسين. بالنسبه للوجوه الجديده غنهضر على واحد الوجه تحديدا اللي ما عرفتش علاش، واش الهرمونات ولا شي حاجه اللي خلاته يهاجم نرجس. ماشي مشكل تهاجمي نرجس وتهاجمي الحركه اللي كدير بصبيعاتها، هذا امر هانيه، فهمتي؟ الذخيره ثمينه والهدف رخيص. وهذه وحده من الوجوه الجديده اللي جابها الكاستينغ ديال المنصه اليمنيه. مع الاسف ينقصها شويه ديال الثقافه، واخا حنا شنو اش قالوا نيفو باك، واخا حنا نيفو باك هي ينقصها شويه ديال الثقافه. واليوم ما تطاولتش على نرجس ياسر، اليوم ما تطاولتش على نرجس، تطاولت على قبيله اي تعطى باكملها. قالت هذيك بنت اي تعطى يعني موالفه تعطي، وهنا وقعت في المحظور، حيت اللي ما كيعرفش قبيله اي تعطى احنا عطينا 1300 شهيد عطاتها قبيله اي تعطى. قبيله عطى عطات 3500 جندي فرنسي اللي ماتوا، منهم 10 ديال الضباط. يعني يا بنتي منين تجي تدافعي على المغرب او تقولي نرجس، عاودي نرجس، عاودي الله يرحم باك، ما سمعتهاش. اسيا كريم قالت لك قبيله اي تعطى مولفه تعطيه، هي كتعرف غير العطيان، حنا كنعطيو ولكن عطينا الدم. شكون هذه اللي مع المهم لا داعي لذكر الاسماء، الكرغوليه. والله ينعل جد بوك. لا كان فلاني الفيراري، فلاني البوغاتي، فلاني الساك. لا غير سي عبد الكريم عافاك الله يرحم الوالدين بلا ما تسب. غير الا غتجيب اليمني ناس، جيب ناس في المستوى تعرف من هي قبيله اي تعطى، القبيله المحاربه، تعرف شنو هي معركه بوغافر، يعرفوا عسوبه سلام، يعرفوا قبيلتنا شحال عطات ديال الدم. الكرغوليه مصبع المغبونه، حنا عطينا الدم، دمنا ودم العدو، دم العدو. او جدك الفرنسي تدمو ساح تما 3500 فرنسي، من بينهم 10 ديال الضباط. هادو هما الوجوه الجديده الحاليه. حنا كنعطيو الدم وانتم عزيز عليكم المعاطيه، فانا ما غادياش ننزل داك المستوى، مع انه ممكن الا حطيتك في دماغي نوليو في حوايج اخرى. يكفي انك اهنتي وحده من اشرف القبائل ومن اكبر القبائل المناضله، واي مغربي ومغربيه عنده النفس كيعرف شكون هي هذيك القبيله، اي مغربي ومغربيه كيحترم ديك القبيله وكيضرب ليها السلام، ويكفيني فخر الانتماء لها. ففريمون نيفو با، انا اللي عندي النيفو باك ما كنزلش لذاك لو نيفو با. حنا كمغاربه نتمنى اننا ما ننزلوش لهذا الشيء وما نسبوش، ونبقاو راقيين وواعيين. امورنا اللي كنديروها على ارض الواقع ماشي في المواقع موجوده. الحمد لله حنا باش جينا لتيك توك جينا وعندنا منصاتنا على يوتيوب ومنصاتنا على فيسبوك وتويتر وغيرها، ما جيناش باش نقلبوا على بلاصه في تيك توك. جينا لقينا ناس كتعرفنا وكتحترمنا والحمد لله. ولحد الان اعتقد انني عمرني ما طيحت النيفو لذاك المستوى، او لا خسرت وقتي باش نفتح لايف على شي وحده كيف ما كانت. اي واحد عنده نقطه ديال الدم مغربيه كتشفع عليه عندي، واخا يسب غنرجع نقول الذخيره ثمينه والهدف رخيص. وبالدارجه المغربيه ما كنضيعوش القرطاس على موكا. هادو هما العينه السياسير ديال الكاستينغ الجديد، ما جاب به الكاستينغ الجديد عند هذيك المنصه. كنتمنى منهم انهم يقراو شويه ديال التاريخ. ما كتشوفيش انهم قدموا لنا واحد الخدمه؟ على كل حال ان المغربي واخا يكون مسخوط الوالدين كيقدم خدمه. كاين واحد مسخوط الوالدين في بلجيكا، مسخوط الوالدين واستافد من فرنسا، من الجزائر، مسخوط مقطع واستافد من الجزائريين، دا منهم العاقه. واش ما كتشوفوش ان النهايه ديال هذا الشخص اللي كنا كنعتبروه انه يعني كاريزما في اداره اللقاءات وفي يعني اداره النقاش او شيء من هذا القبيل، تنتهي به المطاف مع الوجوه الجديده؟ لا خويا، كل واحد كياخذ على قد نيته. كاين الفيزاز ياسر.
كل واحد كيمشي على قد نيته وعلى قد مستواه. انا مع الاسف نيفو باك ما كنعرفش ندوك ليبرا ولا نعلق السيروم، ولكن كنعرف تاريخ بلادي مزيان، كنعرف تراث بلادي مزيان، ضابطه اموري التاريخيه او الجغرافيه او اللي بغيتي الحمد لله مزيان، ويكفيني شرف الانتماء للمملكه المغربيه والوحده من اكبر القبائل المحاربه. نقطه. شكرا الأخت نرجس، تحياتي لك وتحياتي للأخ. وما عرفتش أنا باش نوصفو كاع، ولكن كان واحد الحجرة تهرسوا عليها بزاف ديال مساخيط الوالدين اللي ما كيعرفوش راسهم في غادين. أخ بدر تحياتي لك. أخ بدر غادي بحال شي طرومبا، عرفتي الطرومبا ديك المصيادة السلام عليكم خي ياسير، تحية لجميع الإخوان، تحية للسيد الدكتور عبد الكريم خي صاحب الجراج، جميع الإخوان. عارفني يا خي ياسير، أنا العمل ديالي ديما في الديب ويب بحال كيقولوا، في المستنقع ولا أعمل في الواجهة. المهم هو رسالة اللي غادي نرسلها لأسعد الشرعي، غنقول له إذا اشتريت العبد لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. وراه يمكن كتعرف شنو هو معنى الكلام، بمعنى البضاعة التي اشتريت هي بضاعة فاسدة في السوق المغربية، أتمنى أن تحافظ عليها لأطول وقت، أتمنى أن تحافظها، لأن يا صديقي بعنا لك الخيانة، اشتريها هي لك، وسوف نرى في المستقبل القريب. هذا كان واضح خي، الصورة وقفت. المهم غادي يبدا الخبط، لان الكونت القديم مشى، وهذا الصباح جوج السينيال ما غاديش يكمل، انا عارف لانه راه تابعين. المهم عندنا غرض اللي بغيت نقول لك هو خي ياسير، اذا اكرمت الكريم ملكته، واذا اكرمت اللئيم تمردا. نحن كشعب مغربي طبعنا الكرم، لكن هناك جانب اخر، وجه اخر كنقولوها، لا نظهره الا في الشدائد، لا نظهره في الشدائد، وما كنكونوش معتدين. كنقولها هكا، وانا كنتشرف انا بعض الاخوان اول مره كنطلع معاهم، تحياتي لكم، الشرف لينا اول مره كنطلعوا معكم. اللي بغيت نقول لك اخي ياسير هو ان هادوك اللي كنقولوا عليهم حنا مصطلح الخونه وكيتالموا، هناك من قلنا له فقط عاش الملك، كنقولوها حنا كافتخار عادي، لكن هناك من يقول لك لا تمارس عليه السلطويه. إذا كانت عاش الملك تعتبر سلطوية، علامة استفهام يا أخي. هناك من له مشكل في الهوية المغربية يا أخي، هوية مغربية عادية. أنا في أوروبا هنا خديت 120 أورو مولتا اللي كيقولوها بالإيطاليا هي بروسي عادي، وراه الفيديو لونسينا ومشينا في أكبر ساحة هنا في إيطاليا مع الفلسطينيين. لكن ملي كنجي الموقف السياسي كنمشي بالعقلانية. عرفنا علاش درنا التطبيع يا أخي، كنعرفوا علاش، لماذا فعلنا التطبيع، لكن العاطفة شيء آخر والقلب معامن شيء آخر. بمعنى ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، وهذه الرسالة نفهمها نحن كمغاربة، رسالة واضحة للبعض بمعنى. لكن الرسالة الأخرى كانت واضحة وكنا هضرنا عليها من قبل ياسير، هو أنه الخائن يعرف إلى أين يتجه، يعرف معدنه ويعرف من يتعاطف معه، وكيعرف الوتر، لأن الأفاعي هناك وتر لإخراجها من الجحر، وانت راك عارفه، بمعنى عندما تلعب على الوتر الصحيح تخرج الأفاعي إلى الواجهة، والسم كونوا على يقين أنه اليوم راه خارج. في الحلقات السابقة غادي تشوفوا أن ذاك السيد اللي كانت صورة عند بعض الناس، كنقول هكا بعض المغاربة، تلقوا السم، وهو السم قادم في هذه الأيام القديمة. ونخلي بلاصتي، وتحياتي لكم أخايا ياسير وجميع الإخوان، شرفنا معكم. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه نحن المغاربة وله بالمرصاد. وهنا فين غنبينوا بأن هناك خصوصية للمغرب عن المشرق، أنك إن تعاملت مع المشارقة بطريقة ما أو نجحت في طريقة ما أو في خط ما، هل ستنجح في ذلك الخط مع المغاربة؟ هذا جميل ندخلوا لهذا التحدي، هذا زوين ندخلوا هذا التحدي هذا، لأن هذا التحدي خاضوه مشارقة قبل منك. أنا أتذكر واحد الصيعة، واحد الديعة من الكويت اسمها المطيري، كانت يعني تنمرت عن المغاربة وتنمرت عن المغربيات، فأدبوها تأديبا وخلوها يعني تذرف الدموع لشهور،
وتطلب السماح والمغفرة من المغاربة. إذا هنا إن شاء الله فين غتبان الخصوصية على جميع النواحي إن شاء الله. ندوزو عند الأخت ابتسام، وهل ستتحفون وانا مالي اخي مالي، انا لاجئ هنايا في هذا اللايف هذا ولا كيفاش؟ انا كتناقزوا عليا سبوت هنايا ولا غير الجراد بان لكم صغيره اذا كتناقزوا عليه؟ واش ما كنبان لكم شي اخواني تحت كنبان لكم ولا لا؟ هو ما عرفوش الجراد ولا كراد ولا ما نعرف، مع الفيمينيزم ولا نبقى نهضر بالاسبانيا سي سعيد باش يفهموني ولا كيفاش اخوتي؟ شنو هاد الحقره هذه؟ كلنا مغاربه، واش كلنا مغاربه ولا ماشي كلنا مغاربه؟ راه باش تفهموا هاي دابور الشريف. هو لي فام دابور اخويا، لا هما كيطالبوا بالمساواه. انا ما كنامنش بهاد لي فام دابور. لي فام دابور عندهم غير في النصارى، حنا مسلمين اخي، حنا المساواه كلنا في موحدين فوق لايف واحد. تفضل اصاحبي. شكرا اخي الله يعزكم. انا اخي ياسر غادي نمشي على المنهاج وفي نفس الطريقه اللي تكلم الاستاذ ديالي الكبير اللي انا كنتعلم منه السي سعيد ابرنوس. وعملت المداخله ديالي في الورقه حيت باش ما يتخلطوا لي شي الوراق العقليه ديالي. انا غادي نجاوب اخي ياسر. قال لك وطنجيه التيك توك. نعم انا كنقول شوف بوجهي كنخرج، انا وطنجي التيك توك، انا وطنجي التيك توك. هاد وطنجي التيك توك يا اسعد يا شرعي. وعليكم السلام ورحمه الله. اسعد شرعي استطاع ان يقلب عقلك من بعد ما كنتي كتقول كتخطي في الملك وكتخطي في المملكه وفي المغاربه ودخلتي في الوحده الترابيه ديالنا باربعه الكلمات خمسه الكلمات. انا وهذا السيد هذا اللي فتح اللايف استطعنا نقلبوا لك العقل ديالك. ما جبناك لا بفلوس، ما جبناك لا شرينا لك الذمه ديالك بحال السعوديين ولا القطريين ولا حتى الجزائريين اللي عارفين حنايا تسجيلات وكيقولوا هما بعظمه لسانهم انهم هما نجاوبوك. هاد الوطنجيه هادو ديال التيك توك هما مستطاعوا غير توبسيد اللحام وبسطيله اللي انت كتقول كنمنوا عليك بها، ما كنمنوا والو. اللي جا حنا راه الدار كبيره، اللي جا كياكل حتى القطوط كياكلوا عساك انت. المهم نزيد نكمل لك اخاي. علاش كتهجم علينا اسعد شرعي؟ كتهجم علينا فقط. انا كيبان لي ما تقدرش تهزم على الاتراك ولا على السوريين ولا على السعوديين ولا على القطريين ولا على سلطنه عمان ولا السودانيين ولا المصريين ولا جيبوتي ولا جزر القمر ولا التونسيين مع احتراماتي لهم ولا حتى الليبيين ولا الجزائريين الموريتانيين، اي دوله عربيه، فقط علينا نحن المغاربه الشعب الذي يحقق احلام ديالو. باغي تبان علينا انتينا. علاش؟ حيت حنايا اذا حطينا واحد الهدف بين اعيننا كنوصلوا له، وباغي تبين انت على ان صافي العالم كامل ما قدرش يحرر هذيك الارض فقط لاننا حنايا المغاربه. وانت عارف شكون هما المغاربه اللي يقدروا يديروا اي حاجه في العالم اذا بغينا نديروا. كتبغي توجه لنا البوصله. بالحق المغاربه راه سكتوا كل يوم في الرباط، مسيره مليونيه ما داروهاش من المحيط الى المحيط. نزيد نكمل لك اخي ياسر. كتحسب راسك شي حاجه اسعد شرعي، وترى ماكرون رئيس دوله عظمى نوويه بغى يهضر مع الشعب المغربي والشعب المغربي قلزو. عاد تجي انت يا اسعد يا شرعي ما كيعرفك حتى شي واحد. جديده صاحب الجراد. انا ماجيك في الوجوه الجديده. يا اخي عندي مكتوبه هنا يا اخي ياسر، هي عندي هنايا. واخيرا انا ما نقولش كلنا مغاربه، نقول هنا المغرب اسعد الشرعي وجميع اللي كيسمعونا من برا ولا من داخل وهنايا. هنا المغرب. هذا اللايف هذا سميتو هنا المغرب. علاش؟ هادو اللي كيطوفوا بيك وكيسبحوا بحمدك يا اسعد الشرعي كنعرفوا حنايا الحقيقه ديالهم كاملين بهم. هاد القرش هذا وهاد السردين وهاد كذا شي نادى بالعصيان المدني داخل المملكه المغربيه. انت اللي بدلتي به ياسر الوطني اللي كان كيسير القوافل من شيكاغو، كان كيسير القوافل في جبال الاطلس. انت ما قدرتيش ديرها لا في لندن ولا حتى تصرت شي واحد يشريها يقلو قيده في مدينه صنعاء. هذا الاول هذا على القرش. ودورتي براسك بواحده مجهوله حتى الهويه، ما عارفاش راسها واش جزائريه مغربيه ولا مغربيه جزائريه، واش هي من هنا ولا من لهيه ولا من لهيه ولا من هنا. هذا الشيء قدام العالم بالحق في الكواليس ما خفي كان اعظم. اتقي شر من احسنت اليه. نحن يا اسعد الشرعي ليس بتبونيين، حنايا راه ما نهضروش ونهدوا بك. انت كتطلع وكتناقش باللسان وبالافكار، وهما المغاربه يناقشونك باللسان وبالافكار. حنايا شنو باغي خصك نهدوك؟ باغي نقولوا لك شي حاجه شخصيه هيدا ولا جسديه؟ لن نفعل ذلك. حنا المغاربه كما استطعنا باربعه خمسه الكلمات نقلبوا لك العقل ديالك، نستطيعوا باربعه خمسه الكلمات نقلبوا لك الحياه ديالك الى جحيم والتيك توك ديالك والهدف ديالك اللي كنتي باغي ديرو.
اتقينا يا أسعد، نحن المغاربة إذا أحببنا شخصا لا نتركه وخا يكون عنده قرع نحطوا له التاج فوق راسه، وإذا أبغضنا شخصا لا نتركه إلا وحصدنا جميع تكتيكاته. السلام عليكم، شكرا جزيلا أخي ياسر، أنا معكم هنايا، نحبكم في الله أخوتي المغاربة، واسمح لي على الإطالة. نعم، نرجعوا لعند الأخت ابتسام العز صاحب الجراد، دائما حاضر ناظر. مرحبا ابتسام. مساء النور، مرحبا بك خويا ياسر، مرحبا بالضيوف ديالك اللي في الكاست، مرحبا باصحاب التعاليق اللي هما صراحه فاهمين الفيلم، وكنشوف التعاليق ديالهم واحد النضج واحد الوعي. يعني انا معجبه بالوعي المغربي يعني. والتيك توك واخا كل مره كيتهجم اسعد على المغاربه التيك توكيين، كنقول لهم تبارك الله عليكم، تبارك الله على الذكاء اللي عطاكم الله، وانا فخوره بالانتماء ديالي لهاد الناس والمغرب والمغربيه ديالي. وانا مع خوتي المغاربه، يعني ظالمين ولا مظلومين ولا متعدين ولا ما غاديش ننصحهم، كنتظر النصيحه منهم واخا يكونوا حتى ظالمين. والمهم الراي ديالي في هاد الشخصيه اللي ظهرات لينا، نتايا ما تبعتيهاش من الاول بحالي. انا باقا نعقل النهار ملي نصحتيها طلعت في المنصه بدات كتهاجم في العمات ديالها وفي الاهل ديالها. قلتي ليها انت ما يشرفنيش واحد يعير الاهل ديالو، يعني نتايا نصحتيها وهي بدات كتبكي ديجا هذاك النهار، كتقول لهم لا وانتيا غير نصحتيها، قلتي ليها ما تعيريش الاهل ديالك، اللي كيعير الاهل ديالو ما كيشرفناش. انا من تما وانا حاضيه، ومن نهار دارت لك المشكله مع علي. المهم اللي بغيت نقوله انا، يعني ما كيشرفنيش ان واحد انا كنحس انه خائن اللي كيستعمل ماريونيت ضد خوه المغربي. هاد الشخصيه ما كتمثلنيش وما كتمثل حتى شي مغربي. المهم انا عندي لكم قصيده كالعاده شويه على هاد المندسين اللي كيحاولوا يفرقوا المغاربه، كيحاولوا يديروا الفتنه بين المغاربه. انا من الناس اللي كانوا غالطين وكيطلعوا عند هاد السيد باش ندافع على الوطن ديالي. وليت كنشوف شحال من مره انه كيرزع الفتنه. مني شفت واحد العناصر طلعوا عنده وشفت واحد البكائيات وشفت هذه، تاكدت ان هاد السيد راه ماشي كيما كيسحاب لينا بارئ وتلقائي. احنا كيسحاب لينا هاد السيد كيهضر بتلقائيه، هو بديك التلقائيه ديالو بداك التمثيل انه تلقائي كيضربنا. هو دير واحد المسرحيه والناس تابعينه كيسحاب ليه هاد المسرحيه. راه غير غاديه. هاد المسرحيه مكتوبه مرسومه مدربين على التمثيل ديالها، ما مخلين ما دايرين في الخاص وراء الكواليس وباغيين يخدعونا بها. حنايا صراحه الحمد لله الشعب ماشي غبي، ما جيش من الغباء، ما جايينش من ورا الجاهليه. المهم غادي نسد الكام حيت باش ناخذ راحتي في الالقاء حيت كنتوتر. المهم القصيده كتقول ما عرفتش كتسمعوني لا كتسمعوني نقولوا لي واخا. مسموع تفضلي. شكرا. جاءنا المندسون. شوفي ابتسام، هضرتي على المسرحيه، راه والله الا اختي تا قلت لهم، قلت لهم من الاخراج المسرحيه عينكم غيعيطوا لي انا ولا سعيده برنوس نتكلفوا لهم بالاخراج. هذا ما لا كان مسرحيه محبوكه، وانا ما عنديش تواصل مع ياسر خويا، ومن شحال هذا كنبغي نتواصل مع شي حد وليت كنخاف من التواصل يعني في الخاص، وكنت بغيت نحذر من هذا الشيء. وانا لدابا باقيين كيعيطوا ليا وداك الشيء. ما انا مع خويا، انا دخلت باش ندافع على بلادي، لا كنت غادي نجي من شي حد غادي نكون منافقه وغداره. حنايا كما قلتي انتيا جايه من قبيله ديال المناضلين، حتى انا اختك من هاد القبائل المغاربه كاملين مناضلين. قليل اللي كيكون خونه. هاد الناس راهم خونه اللي كيضرب خوه المغربي، واخا يكون خوك المغربي غلط وياسير ماشي غلط. حيت انا هاد الفيلم من الاول وانا حاضره فيه، من الاول وانا كنتفرج في هاد المسرحيه، وانا حاضره على الكواليس وحاضره على المسرحيه من برا ومن الداخل. هادشي اللي بغيت نقول. عمري ما نتواطأ من غير مع الخواله الخارجيين والداخليين.
جاءنا المندسون جاءنا المندسون يمررون المغالطات ويحرضون يزرعون الحقد وسمومهم يدسون بلسان المغاربة يتكلمون يلبسون ثوب التقاة وعلى العقول يلعبون. نعلكم الله أيها الحاقدون مسرحية كتبتم فصولها وتمثلون أبعقول المغاربة تستخفون كشفكم أسيادكم ونعلم اليوم أنكم مجندون لتقسيم صفوف المغاربة أيها الملعونون. لقيطة تاريخ تبحث عن هوية وتاجر مشاعر مجنون يشجعهم خونة ومنبطحون. أأنتم أيها المندسون تحددون من الخونة ومن الوطنيون. تزرعون الفتنة بين المغاربة وتفرقون. المهم هذه قصيدة، وكما الحاجة الوحيدة اللي بغيت نقول لك خويا ياسر، أنا علمتني الوالدة فاش يكونوا خوتي كيتخاصموا مع بعضياتهم ما كنمشيش نجيب السعودي ونجيب السعودي والليبي والتونسي والموريتاني ونجيبهم ونحرضهم على خويا ونشهد عباد الله على خويا. شحال كليت ديال العصا في الدار عمري ما خرجت يعني. شكرا ابتسام، بارك الله فيك، تحياتي لك. شكرا ابتسام، تحياتي. انتو اللي بلاصتي حد اخر. شكرا لكم. ندوزو عند الاستاذ نبيل السهرباز. اولا مرحبا بك وشكرا. شكرا اننا جريناك منا. وهي انا جريت صراحه ما نكذبش عليك، انا ماشي من المتتبعين ديال الشرعي بكل صراحه. نعم. لكن اذا كانت لا عارف يصير عارف الموضوع علاش، غير باش نكمل. لكن اذا كانت شي حسنه دار هذا الشرعي عرفني عليك انت بالضبط، لان كانوا مقاطع كيكونوا ديال شوف هذا المغربي كيفاش كنرد كنلقى ياسير تماك باش عرفتك انت بعدا اولا، والاخ صاحب الجراد، فعرفت الناس تبارك الله اللي يعني كي يرافعوا في القضيه الوطنيه باش نقولها لكم. ومن بعد عاوتاني شفنا ناس اخرين اللي تبارك الله عليهم حتى هما كيرافعوا. انا كتعرف شويه كنت بعيد على التيك توك ماشي بزاف، انا خصوصا في تويتر ولا في اليوتيوب. فهاد المشكله ربما نتوما اللي كتعيشوها اليوم ديالنا المغاربه مثلا كي خلاتونا صح. الاسود وللاسود. ولد واخويا سبع ولد بابا العذاب الاليم دابا في واحد اللايف، دابا العذاب الاليم في واحد اللايف. نبيل اليوم تفتح عليك لايف اليوم، غادي تفتح ليا لايف. بخر له بهذيك العود اخا ياسر، جبد العود وبخر له اخويا، جبد العود حط البخور اخويا، حط البخور حدانا اخويا. الحضور ديالي والحمد لله على كل حال. عرفتي ياسير، فربما هادشي اللي كتعيشوا اليوم تينعش واحد الوقت، وربما نرجس عارفه هادشي، لان عندي واحد الصديق اللي هو عماد فواز، وهذاك اللي كنعتبره انا كشخص مغربي لانه عنده ولادو مغاربه، ويعني انسان اللي عنده ربما كنعرف انا شي ظروف بزاف الناس ما كيعرفوهاش، وكنت انا تهاجم بسبب هاد المساله هادي. انا كنت دائما كنقول ما حد الواحد معايا في الخندق، ما حدو معايا في الخندق ما عندي لاش نهاجمو. وكان هذا هو نتوما حتى الوقت اللي كانت مثلا فاش كنتو كاع كطلعوا معاه وكنا الناس كتهاجموا ودير قال وهذا، وكانوا كيرسوا ليا هضر عليه، كنقول لهم شوف ما حد الانسان عنده نفس الوضع بحالي ومعايا في نفس الخندق ما نضربوش بالحجر. اسيدي انا كاع مثلا سعد الشرعي في البدايات ديالو نتعرض عليا باش ندير معاه لايف في ايامات اليوتيوب قبل ما يكون هذا، ولكن ما انا كشخص ما عنديش معاه، لكن كان كيعجبني داكشي اللي كيدير فيهم، لان كيعرف ليهم السيستم كيفاش كيخدم. وفاش كانوا الناس كيجي كيقول لك اودي المغاربه كيطلعوا معاه، كنقول لهم نتوما مش شغلكم في المغاربه، واش ديك الرساله اللي كيوصلوا هي هذيك ولا لا؟ داك ليسونسيال انهم حتى هما في نفس الاتجاه ما غادي يضروكم في والو، نهار غادي تقلبوا المغاربه عليه. وسبحان الله حنا وصلنا لهاد النتيجه. فما كانش عندي انا الاشكال ان المغاربه يطلعوا، انا اللي عندي معاه مشكله هو الناس اللي كتهاجم خوتها المغاربه. علاش؟ حيت كتطلع في هذه المنصه ولا كتهضر مع هذا هو الاشكال اللي عندي، لان ما كانوجد ليه حتى فائده. بحال انت موجه سلاح كله وكتضرب في القدام، وعندك واحد الهدف اللي انت محدده، وعندك واحد العدو اللي انت موجه ليه، وخوتك اللي من المفروض
انهم يمدوا لك السلاح او يعطوك دوك النباله او يعطوك الحجر، كيحشوا فيك الماس من اللور. هذه اللي كانت عندي انا فيها مشكله. انسان ما حدو كيخدم داك الهدف اللي انا باغي، والمصلحه ديالو ما كتقاطعش ابدا مع المصلحه ديالي وغاديين في نفس الاتجاه، ما عندي علاش نهاجمو كما كان، حتى الا ما كانش مغربي. ما حدو كيوصل لي هذاك لوبجيكتيف اللي انا باغي وكيحقق لي هذاك الهدف، ولا الخصم ديالو هو الخصم ديالي، ما كيضرنيش، ما عندي علاش نهاجمو. الوقت اللي غادي نبدا نهاجمو هو الوقت اللي الضرر ديالو اللي كيوصلني انا بالمباشر او كيقيس بلادي. فهاديك الساعه كيولي شكل اخر. اذا هذه خلينا نتفقوا عليها. الناس اللي ربما حنا كما قال الاخ صاحب الجارات كيوريك الوطنجيه وهاد المساله بالضبط. هاد المساله بالضبط كنا دائما تحية القبائل ما كاينه كنادير ما كاينه والو. خبر عاجل. واش هادشي كامل ليا ولا هادشي كله ديالك السير باز. انا صوت ما كاينه كنادير، كاينه غير طوابير يا جدك. لا والله دابا غادي كندخل دابا هذا حساب تيك توك ديما. يوم يباتوا الكيادير بلا نعاس. على اخوان شكرا. انا على كل حال اللي بغيت نقول هو حتى شي لايفات اخرين كتعطى فيهم شي حاجه السير باز، ولكن تتعطى بالشلحه هكاك. ايوا معليش. حنا ليسونسيال حنا كلنا الحمد لله مغاربه، عندنا واحد لوبجيكتيف واحد اللي ما كان وجد حتى شي داعي ان عندنا واحد الخصم وعندنا واحد العدو اللي باين انك تدور من ذاك التوجه اللي عندك ولا ذاك الهدو اللي كتسيب ليه وتبدا تضرب في خوك المغربي اللي حتى هو كيعطي واحد الدور وعنده واحد القيمه مضافه لداك الشيء اللي كنديرو. انا كنشوف مثلا في راسي كندخل تيك توك ما كنلقاش راسي انا مثلا احسن من سياسير ولا احسن من صاحب الجراد ولا احسن من نرجس ولا احسن من سي سعيد ابرنوس. سي سعيد ابرنوس حتى هو كان اختصاصه الفيسبوك ودابا تبارك الله عليه في هذا، ولا حتى سي عبد الكريم اللي كنحييه بهذه المناسبه استاذي الكبير والدكتور ومن الناس اللي عزاز على قلبي. فما كان وجد حتى شي سبب انك واحد السيد اللي في واحد المنصه وكيدير واحد الدور كبير وانت براسك كتستمتع احيانا بداكشي اللي كيدير وكيعجبك في الدفاع ديالو وعنده الحجه وعنده الدليل وتدخل تضرب فيه. هذه ما كنلقى ليها حتى شي معنى من غير انك، لان كاينه واحد القاعده كتقول لك فاش تكون كتضرب شي حد بحث عن المستفيد. باش كنقلب على المستفيد ما كنلقى حتى شي حد مستفيد من غير الاعداء اللي المفروض انهم الاعداء ديالنا. ما كاين حتى شي مسبب او مبرر انني نضرب في واحد كيضرب في ذاك العدو اللي كيضرنا حنا بزاف، وتجي انت تدعي انك مغربي وتضرب في ذاك خوك المغربي اللي كيضرب العدو، لان ما كنلقاش انا شي سبب من غير انك كتخدم الاجنده ديال ذاك العدو او كتساعدو في داك الشيء اللي كيدير. لان هاد السياسيين ولا هاد الاخوان اللي كاينين خصهم يكونوا مكونسونطرين ومركزين في حربهم. دابا هاد اللايف انا كنتمنى يكون على هاد الشيء اللي واقع اليوم او اللي واقع البارح او هاد الشيء اللي كيوقع الان في السوشيال ميديا ياك، في هاد الحرب اللي على المغرب. لان المغرب دابا يتهم بانه هو اللي هاجم على غزه، ماشي الاخرين. ما كنبغيوش نذكروا الاسم باش ما هذه النقطه التي افاضت البعثه الطوموبيل. هذا هو فين عندي الاشكال. فكنتمنى من الاخوان، شوف انا مع ذلك غادي نفترض ولو ديك 10% ديال حسن النيه ياك، ولو ديك 10% ديال حسن النيه. وانا راه ربما نرجس وسي عبد الكريم عارفين الحرب اللي دارت عليا بواحد الشكل اللي ما يتخيلوش الانسان. غادي نفترضوا ديك 10% ديال حسن النيه وغادي نقولوا الاخوان الله يخليكم ما حدنا حنا كلنا مغاربه وكنعرفوا او كنفهموا ان كل واحد فينا كيبغي بلادو بالطريقه ديالو. ربما حنا كنختلفوا في الطريقه لكن كل واحد كيبغي بلادو، او هادشي اللي باين لينا حنا. هادشي اللي باين لينا ان هاد الناس كيبغيو بلادهم، حنا كلنا كنبغيو بلادنا. فنركزوا على داكشي اللي اهم ونركزوا على العدو ديالنا ونخليونا من بعضياتنا. عندك شي مشكله مع السي فلان ولا السي علان اخويا ماشي وقتها. هذا هو هذيك مسائل شخصيه تقدر تحلها معاه في الخاص او تحلها معاه، لكن خلي التوجه والتركيز ديالك على داك الشيء اللي كبير عندنا. حنا هاد الفتره شويه صعيبه علينا وكدوز واحد الوقت اللي با والفقصه طلقي من النوم. مجموعه الاسود دابا هذه ولات مجموعه الاسود هذه دابا.
انا هزه لها من بونيف شكرا. اخويا، قال لك المراريكه عندهم الاسود الرشوه عيني غادي عينك. غادي بونيف عنده مشكله. أصاحبي نبيل وليتي مسترزق صافي، وليتي مسترزق. وهي راك تلقاني راك عارف، راه عاد غادي نبدا نولي هذا نبدا الاسترزاق ان شاء الله. انا عاد نركز على صافي. التيك توك دابا. وهي ما اسي عبد الكريم، يا ما سمعناها في اليوتيوب ويا ما سمعناها بالمعيار. كنت كندير فيديو على شهر ديال فريق اللي كضرب الادسنس. عشنا معك اخي، عشنا معك، الله ياخذ فيك. راك دوزتي اسي عبد الكريم. والله هادشي اللي خدينا، سمعني السي نبيل، والله هادشي اللي خدينا دابا حنا راه والو. دابا شنو انت بلاتي نشرحها لك، تلاح عندك سبع مثلا وتسنينا شحال، عاد جا سبع اخر هنا، راه شي جروبات الاخرين عندهم الهدايا بالشلحه غير ما كيوقفوش، والله ما كيوقفوش. خاصك تشرح لي هذه القضيه ديال الهدايا بالشلحه. والله الا كاين واحد الهديه دابا بالشلحه تتنزل هكذا لك حتى من بعد نشرح لك. حنا خلينا دابا غير مع السبوعه اللي عندنا. بالك هكا فوا 5 فوا شويه كتولي فوا 45 فوا 100. شنو هي هذه السبوعه؟ السبوعه ها هي. غادي تهضروا جهلي شويه، انا راسي شويه ثقيل، ولكن على كل حال سير تيشرح لي هذا الامر. لهذا انا كنشوف هذه كنعرف واحد الناس غير كيفتحوا كتبدا. انا كنشوف رساله لكم، نتوما راكم خوتي وعزازين عليا وفيكم اساتذه ديالي وتبارك الله، كنحترمكم كلكم وداكشي اللي كديروا. انا من الناس اللي ربما كنتابع، واخا كنتابع في خفاء، لكن كنتابع كاع داكشي تقريبا اللي كديروا. ومن الناس اللي كل واحد فيكم تبارك الله عنده واحد الطريقه ديالو اللي انا شخصيا كتعجبني، وكنشوف ان التنوع هو اللي خصو يكون. نرجس عندها طريقه، سي ياسين عنده طريقه، سي عبد الكريم عنده طريقه، سي برنوس عنده طريقه، الاخ صاحب الجراد عنده طريقه، سي شكري عنده طريقه. كل واحد عنده الطريقه ديالو باش يعني كيوصل الفكره وباش كيدافع على بلاده. وهذا الموزايك خصو هو اللي يبقى، لان هذيك اللوحه ديال المغرب في الدفاع عن الوطن راه بحال شي طابلو ديال الزليج، راه كل قطعه محتاجينها. فماشي انا بالضروره خصني نقلع واحد القطعه باش نقول راني انا واعر. خلي كل واحد حتى كاين اللي كيطلع مع اسعد، كاين اللي كيطلع مع فلان، كاين اللي كيطلع مع علان، داكشي ما كاين كاع اللي كيدير لايفات مع حتى جزائريين وكيقدر يوصل الفكره. سيدي ما عندناش مشكله، ما حدو في داك الاطار ديال ان البلاد ما تبقاش او يعني ما نكونوش كاع ديك شوفينيه لديك الدرجه ديال لا انا ما كنديرش حاجه خصني نمنعها على الاخر، لا انا طريقتي هذه خصك انت دير بحالي. راه هذه هي الاشكاليه اللي كنشوف عند شي بعض. يعني انا هذه رساله الكل، لا ليكم نتوما خوتي اللي عزازين عليا، ولا حاولوا الله يخليكم هذه الصفحه هذه هي، حاولوا ديروا هذا هو اخر لايف في هذا الموضوع، وركزوا في داكشي اللي اهم واللي بغى يهضر. اللي بغى يهضر تاريخ الاخرين، تاريخ اللي داخلين في هذا